تخيل تصحى الصبح تلاقي الحكومة بتقول لك معلش ممنوع تموت هنا. القانون ده حقيقي موجود في النرويج في قرية اسمها لونغ برينج، ومعلش عدي معايا الاسم كده لو ما كانش صح. وفي سنغافورة ممنوع ان انت تاكل لبان، ولو اتمسكت وانت بتاكل لبان ممكن تدفع غرامة بتوصل ل $700. يعني تخيل تدفع غرامة 35,000 جنيه علشان لبانة بجنيه. لو انت لسه معايا لحد دلوقتي ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. وفي أمريكا في ولاية اسمها إلينوي كان ممنوع القبح، إن لو أي حد شكله غير لائق أو مشرد أو فقير ممنوع إن هو يخرج في الشارع، ولو اتمسك بيدفع غرامة بتوصل ل $50 أو ممكن يتحبس. وفي مصر زمان كان في الحاكم بأمر الله، الراجل ده كان بيحط قوانين أغرب من الخيال. الواحد مش عارف هو كان بيفكر في إيه وهو بيحط القوانين دي. منع الملوخية ومنع النبيذ، ودي حاجة يعني ممكن تكون دينية مفيش مشكلة، ومنع صيد السمك في بعض المواسم. المهم ان هو حط قوانين كتير، وهتلاقوا الحلقه بالكامل على قناه صندوق الدنيا عشان تعرفوا قوانين اكتر تفاصيل اللي ورا القوانين. وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنونا في حلقه جديده من قناه صندوق الدنيا.